تعالوا نفرز مع بعض البامية بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير ما تاخد منك ولا وقت ولا مجهود. وفي 5 دقايق وانت واقفة على الرخامة هتفرزي البامية وتعبيها في الأكياس وتدخليها الفريزر. ولا مية سخنة ولا مية باردة ولا مية فيها تلج، ولا هتتعبي نفسك يا ست الكل. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. معاكي بقى أي كمية من البامية. أنا هنا معانا كمية من البامية. طبعا البامية بتاعتنا فلاحي وشايفين لونها وجماله وخضرها حاجة كده قمر. وطبعا الحجم بتاعها كده معقول وجميل. بحب طبعا الحجم دوت من البامية. صحيح بيبقى فيها كده كم واحدة من الكبار حجمها كبير يعني. باخدها بقى كده واقطعها حلقات عشان اعملها البامية الويكة السعيدي. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بنقمح كده البامية، بنشيل القمع من الفوق وبندوره كده على شكل دايرة، وبنشيل كده البوز من تحت بسن السكينة، وبنشق كده البامية يا إما من جنب يا إما من فوق أو أي ناحية تعجبك. ليه بقى بنشق البامية؟ عشان تشرب كده من الصلصة وانت بتطبخيها وتبقى كده شكلها قمر وطعمها تحفة. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقولك البامية جاية من الأرض طازة وكانت لسه مجموعة، وبشوكها وبورقها حاجة كده تحفة وحاجة كده قمر، وريحتها قلب الدنيا وملحمة كده وكلها لحم. وانا بقسم كده البامية بقولك شوفي ملحمة ازاي، يعني قلبها مش فاضي ولا اي حاجة. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بنقطع بقى كده البامية الويكة او بنخرطها على سن السكينة، بتبقى كده رقيقة علشان ما تاخدش سوا معانا في الشرب. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا تقميع البامية من اسهل ما يمكن ومن اسهل الخطوات. طبعا كلنا بنعمل كل حاجة وشاطرين وبنستفيد من بعض. انا هنا بوري المبتدئات، البنات المبتدئة سنة اولى مطبخ وسنة اولى جواز. هنا بقولك البامية كده حجمها حلو وزي العسل، وطبعا بنشقها كده عشان تشرب من الصلصة علشان تبقى كده شكلها حلو وطعمها احلى. طبعا ما تفرحيش كده بالبامية الصغيرة لانها بتبقى صيصة كده في الصلصة او في الدمعة، وبتبقى كده لما تيجي تحطيها كده او تاكليها بالعيش او تحطها على رز بتبقى كده قلبها اخضر زي ما هو، مش شارب كده من الصلصة كده ولونها حلو كده وطعمها حلو. لا، ما تفرحيش بالبامية الصغيرة قوي، بتبقى صيصة معاكي في الدمع. لكن البامية كده المعقولة بتبقى شاربة كده من الصلصة وبيبقى شكلها حلو في الطبق وبيبقى طعمها احلى واجمل. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتوا طيبين. واحنا دلوقتي في موسم التفريزات. طبعا لو استنيتي شوية البامية كده تدود وتبقى كده مش حلوة وبتبقى مخوخة من جوه وقلبها فاضي، نص كده فاضي والنص اللي فيه لحم بتبقى كده عاملة دود وكده. هنا بقى هنفرزها ازاي او هنخزنها ازاي؟ ولا اي حاجة. طبعا بنجيب كده ليمونة او ليمونتين ونعصرها كده على البامية، هي ديت مادة الحفظ بتاعتنا. وطبعا وهتعيش معاكي بدل السنة 2. والله العظيم طريقة مجربة وطريقة سهلة وبسيطة بطريقة الله يرحمها. وهتعمليها وان شاء الله هتدعيلي. يعني جربيها بطريقتي وشوفي الفيديو وامشي على خطوات الفيديو وان شاء الله هتعجبك وتنور رضاكي. ولا لونها هيتغير ولا طعمها هيتغير ولا اي حاجة. طبعا البامية روحها الليمون. هنا بعد ما عصرنا الليمون على البامية عبيت الويكة في الكيس ونطرت كده الطبق اللي فيه البامية عشان تشرب من عصير الليمون كلها وتبقى كلها لون واحد. وطبعا بقى هعبيها في الاكياس بتاعه التلاجة، او شوفي انت بتحتفظي بيها في ايه، وتخرج بقى منها كده الهواء. وشوفي الجمال والحلاوة. شايفة كده جمال البامية؟ البامية كده بتتكلم عن نفسها، حاجة كده بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. كل سنة وانتوا طيبين وينعاد عليكم يا رب كده الأيام بخير وسعادة.
كلها أيام قليلة ويهل علينا شهر ربيع الأول، ذكرى مولد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا يجعلها أيام خير وبركة وسعادة علينا وعليكم، وربنا كده يحسن ما بين إيدينا وإيديكم، ويجعلها كده أيام خير وسعادة علينا وعليكم يا رب العالمين. أشوفكم على خير، مع السلامة.